حكاية قديس وشهيد النهاردة عندنا آية جميلة، الآية من مزمور 55 عدد 22 من مزامير داود النبي. الآية بتقول القي على الرب همك وهو يعولك. يعني أنا لما ألقي على الحمل على ربنا أو الهم على ربنا ما فكرش فيه، لأن ربنا هو اللي هيشيل الحمل مكاني، فما فكرش ولا في تعب ولا في خوف ولا في حيرة، لأن ربنا نفسه هو اللي عايل مكاني وهو اللي هيهتم بينا وهو اللي هيسندنا وهيدبر أمورنا. الموضوع لو فيه حزن ولا مرض ولا اي حاجه، انا لما القيه على ربنا هو اللي بيشيل مكاننا. فربنا بيقول لك هنا الحمل ما تشيلش، الحمل تقيل عليك، بيدينا الراحه والامان والاطمئنان. الهم على ربنا ما فكرش اشيل ولو جزء بسيط منه، عشان طول ما انا بفكر في الهم ده ربنا بيبقى زعلان مني، يعني بيقول لي انا شايل شيلتك وانت كمان بتفكر فيها. فهو كده ربنا بيبقى متضايق مننا لان احنا مش شايلينه الهم بتاعنا، وكمان بنبقى بنفكر ان هتتحل ولا مش هتتحل، مش حاجة كويسة، لان انا كده ابقى مش راضية بربنا. كمان بقى كده اني ما عنديش ثقة في رب المجد نفسه. وده كان تفسير الآية اللي بتقول القي على الرب همك وهو يعولك. وعايزاكم تدعمونا باللايك والاشتراك علشان ده هتفرق جدا في القناة. ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.